انت متأكدة؟ طبعا متأكدة. القوات العراقية صار لها فترة من دشت الحدود. شلون؟ جهزي أغراضك، الحين حمد يمرك يجيبك عندنا. لا ما اقدر اخلي بيتنا. وأنا لا يمكن أخليك بروحك. اخاف ابوي يتصل وما ارد عليه، اخاف يصير في شيء، ما اقدر. حمد، حسن اشر وش فيك؟ صدام غزانا دخل الكويت واحتلها. وش تقول؟ الحرب اللي هضروا عليها بزاف ولكن حتى مغربي ما سبقلوه هضر عليها هي حرب العراق والكويت، او لا غزو الكويت من طرف العراق واللي تسمات بحرب الخليج الثانية. وقع غزو الكويت نهار 2 غشت 1990. فاق الشعب الكويتي على أصوات الدبابات وطلقات الرصاص للجيش العراقي اللي احتل الأراضي الكويتية بالكامل في ساعات قليلة. في الهجوم ديال الجيش العراقي على الكويت استخدم كاع القدرات العسكرية ديالو مدعومة بالدبابات والطائرات الحربية في الجو. وهنا دولة الكويت أو الجيش الكويتي ما دار حتى شي ردة فعل أو لا مقاومة، لأنه ما عندوش القوة والخبرة ديال الجيش العراقي اللي كان متمرس ومتمكن ومدرب مزيان، لأنه كان يلا خارج من الحرب ضد إيران. في ظرف 2.5 يوم كان الجيش العراقي احتل الكويت بالكامل وضموها لبلادهم اللي هي العراق وسموها المحافظة رقم 19. هسه ما عادش اسم الكويت، هسه اسمها المحافظة 19. كاين بزاف ديال الاسباب اللي جعلت العراق يحتل الكويت ويدير فحال هذا الغزو، واللي كان مرفوض من الراي العام العربي والعالمي، لان حتى واحد ما غادي يقبل ان دوله عربيه غادي تتعدى على شعب دوله عربيه واحده اخرى الا اذا كانت اسباب معقوله لهذا الحرب ولا هذا الغزو. شنو هما هاد الاسباب اللي خلاو العراق تحتل الكويت؟ خليكم معايا حتى لنهايه الفيديو. من الأسباب اللي خلت العراق تحتل الكويت هي الديون العراقية اللي تراكمت على العراق بشكل كبير أثناء الحرب العراقية الإيرانية واللي تسمات حرب الخليج الأولى واللي استمرت 6 سنين. وهذا الشيء اللي غيخلي العراق تسلف بزاف ديال الفلوس وتشري بزاف ديال الأسلحة من دول أجنبية وخليجية، وخذا بزاف ديال الأموال من دول الخليج وخاصة الكويت اللي عطاتو أكثر من 15 مليار دولار في ديك الوقت باش يشري الأسلحة الثقيلة، وخذا دعم من روسيا وبريطانيا. ولكن ملي تسالات الحرب العراقية الإيرانية الكويت طالبت باسترجاع الديون ديالها من العراق، وهذا الشيء اللي ما غاديش يعجب صدام حسين المسؤول الأول في العراق في ديك الوقت. وغادي يصرح صدام حسين أن الحرب اللي كانت بين العراق وبين إيران كان الهدف ديالها حماية دول الخليج وعلى رأسهم الكويت والمملكة العربية السعودية. والسبب الثاني هو رفع إنتاجية البترول في دول الخليج وخاصة الكويت، واللي كان حتى هو سبب بالنسبة للعراق باش تحتل الكويت، لأن الرفع من إنتاج كميات كبيرة من البترول جعل أسعار البترول وثمن البترول ينخفض بشكل كبير. وهذا الشيء كيضر مصلحة العراق وما غاديش يعجبها الحال، لأنها دولة بترولية وكتعتمد على البترول كواحد من أهم مصادر التمويل عند العراق والصادرات رقم 1 عند العراق، وكتعتمد عليه في سداد ديونها الناتجة عن الحرب، حرب العراق مع إيران. بعد انتهاء حرب الخليج الأولى يعني حرب العراق وإيران، واللي كان العراق يعاني من خلالها من ديون متراكمة عليه كما قلت لكم في الأول من دول الخليج ودول أجنبية عظمى بحال الولايات المتحدة الأمريكية. وصل مجموع هذه الديون تقريبا إلى 1 تريليون دولار أمريكي. باش يدارك العراق هذا العجز الرهيب عنده رفع من أسعار البترول باش يسرع في سداد الديون الخارجية، مع العلم أن العراق هو أكثر دول العالم استحواذ على النفط. ولكن المشكلة اللي واجهت العراق هو أن الكويت ومعاها السعودية خفضت أسعار النفط ديالها، وهنا غادي يعتبر صدام حسين هذا الفعل مؤامرة لإسقاط العراق، حيتاش أغلب دول العالم غادي تتوجه باش تشري من دول كتبيع بأسعار رخيصة، وهذا الشيء اللي كيعني ضياع العراق حرفيا. طبعا هذا الشيء ما غاديش يعجب صدام حسين وغادي ينفجر بالغضب وغادي يحس بالخطر اللي كيحيط به. سبب واحد آخر باش العراق احتلت الكويت هو سرقة النفط العراقي. كان واحد الحقل ديال النفط مشترك بين العراق والكويت واللي كيتواجد في الحدود العراقية الكويتية، واللي هو حقل الرميلة، واللي كيقتسموه مع بعضياتهم الجنوبي للعراق والشمالي للكويت. في الوقت اللي كانت العراق منشغلة بالحرب ديالها مع إيران استغلت الكويت هذا الانشغال العراقي بالحرب وحفرت في الجزء الجنوبي للعراق.
طبعا هاد الشيء ما غاديش يعجب صدام حسين وما غاديش يعجب الحكومة العراقية، وبقات العراق كطالب بالحق ديالها في هذا الحقل. ولكن الكويت ما عطات حتى شي اهتمام لهذا الموضوع، وبقات فقط كطالب بالاموال ديالها اللي مسلفة للعراق. هنا العراق بغات دير الحل بنفسها للمشكلة ديال الاموال اللي مسلفة لهم الكويت، والاستغلال اللي ماشي من حق الكويت لحق الرميلة العراقي. وغادي يعلن صدام حسين الحرب على الكويت وغزو الكويت قبل ما تلقى الكويت الدعم الأجنبي والعسكري من الحامي والحليف ديالها التقليدي اللي هو بريطانيا. كما قلت لكم هنا غادي يعبأ صدام حسين الجيش ديالو وغادي يجهزه بكامل المعدات الحربية. الجيش العراقي في ديك الوقت كان في قمة القوة ديالو مع الجيش السوري والمصري اللي كانوا من أقوى الجيوش في ديك الوقت، عكس دول الخليج اللي كانت جيوشها ضعيفة وكتعتمد في الحماية على الدول الأجنبية. والسبب الآخر هو ماجدات العراق. ملي دخلت أمريكا ضد العراق واحتلت العراق لقات القبض على صدام حسين وقدماته للمحاكمة. سولوا القاضي على سبب احتلاله للكويت، رد عليه صدام حسين وقال: الحاكم صدام حسين لأنه الكويتيين قالوا أنه العراقية راح نخليها ب10 دنانير تنزل إلى الشارع، ونزل بشرف العراقي يدافع عن العراق وأحيا الحقوق التاريخية تجاه الانقلاب. وهذا هو السبب الأخير والأقوى اللي جعل صدام حسين يحتل الكويت. حسب تصريحه تقدر تكون الأسباب النفطية والاقتصادية والأموال محلولة، أما شرف المرأة العراقية أكبر من كل أموال العالم. Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. حتى لهنا غادي نكون وصلنا للنهاية. نتلاقوا في فيديو جديد، مع السلامة.